صباح الفل والورد والياسمين على احلى اخوات في الدنيا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسيش لو انت جديده يا ست الكل تنوريني كده وتشرفيني بالاشتراك بتاعك. يلا قومي كده تشجع وخدي قطعه من النشاط وشوفي لو وراكي اي حاجه، يلا قومي كده اعمليها. انا بصراحه كنت جايمه كده على الساعه 11 الظهر، ما قمتش بدري. الايام اللي فاتت كنت بقوم بصحى بدري علشان الحضانه، فالايام دي واخدين اجازه من الحضانه، فان شاء الله يعني هنرجع الحضانه على يوم السبت فهنصحى بدري تاني. فكنت جايمه متاخر بقى وعايزه ايه الحق اروج البيت قبل ما يجي ميعاد الغدا، علشان بصراحه بحب ان انا اعمل الغدا كده والبيت رايق، بتعمل الاكل بمزاج بصراحه لما طول ما البيت نظيف. تحس ان انت بتعمل الاكل كده بمزاج عالي في حتة تاني خالص. فصراحة بالصحيان بدري بتيجي كده على بعد الظهر، تكوني يعني قبل الظهر كمان تكوني مخلصة كل تنظيف البيت، ما يبقاش عندك غير الغدا. فالايام دي زي ما قلت لكم ان احنا طبعا ما عندناش حضانة، فبننام متأخر ونصحى متأخر، بنقول هنصحى بصراحة بدري ليه، ما وراناش اي حاجة. فاول ما قمت من النوم كده فطرنا، وبعد ما فطرنا بدأت بقى في تنظيف بصراحة البيت، علشان كان البيت بصراحة محتاج يعني تنظيفة حلوة وتلميعة. فقلت بقى اشجع حبايبي معايا، ان شاء الله ندخل على تنظيفات رمضان الحلوة بتاعتنا. بس انتوا شجعوني باللايكات الحلوة والكومنتات الاحلى بتاعتكم. متنسيش لو انت جديدة يا ست الكل كده تنوريني وتشرفيني بالاشتراك بتاعك، عشان ننزل فيديوهات كتير. ان انا بصراحة بقعد ب15 يوم عقبال ما بنزل فيديو، بلاقيش تفاعلات كتيرة على الفيديوهات، فمش بتشجع بصراحة. فانتوا شجعوني ان انا اجي انزل. انا بصراحة مش عايزة اسيب القناة، ان انا بحب القناة قوي وبحب ان انا اشارك معاكم في الفيديوهات وكده. فبحب كل فترة ان انا لما الاقي حبايبي وحشوني اروح منزلة فيديو. واللهم صل على سيدنا محمد. عايزة اديكم افكار حلوة ان احنا داخل علينا رمضان بالهنا والخير والفرح والسرور وكل حاجة حلوة. الايام دي الطماطم رخيصة، ف وفي نفس الوقت داخل علينا رمضان، فعايزين نعمل حاجات سهلة اللي هو ايه، نقف في المطبخ ما نطولش واحنا صايمين. فنجيب الطماطم نسبكها مثلا ونحطها ونكيسها ونحطها في الفريزر. نجهز اللهم صل على سيدنا محمد، في برتقان في السوق برضو، نجيبه نقشر ونقطع ونحطه في اكياس يبقى على العصير على طول. فراولة، الفاكهة اللي انتوا بتحبوها، الخضار برضو اللي انتوا بتحبوه، في بسلة تجيبوها برضو، وسعرها برضو كويس لو هتفرزوها مثلا من السنة للسنة وهتحتاجوها كمان برضو في رمضان عشان تسهل عليكم، متقعدوش لسه ان انتوا تفصصوا وتعملوا مش عارفة. كل دي حاجات يعني تجهزوها على الطبخ على طول، عشان ما تجافوش بس في المطبخ كتير. ونخلي الوقت بس اللهم صل على سيدنا محمد للذكر وللصلاة. الوقت بتاعنا يعني ما نفضلش طول اليوم ان احنا واقفين في المطبخ. نجهز اكلات، نسهل على نفسنا الحاجة قبل رمضان واحنا قاعدين كده فاضيين، عشان نبقى بنصلي ونذكر ربنا، نختم جزء في القرآن كل يوم مثلا، كل يومين على حسب ما يجي علينا اخر رمضان نكون ختمنا القرآن كله، على حسب ما كل واحد ربنا ايه بيقدره. ربنا يجعلكم يكون دخل علينا بالهنا والفرح والسرور، وما يجعلناش فاقدين ولا مفقودين. وندعي لأولادنا بالهداية، كلها أيام حلوة الأيام دي، اللي بيصوم اثنين وخميس. إن شاء الله هنزل لكم طريق. أنا عملت القطايف كتير على القناة، وإن شاء الله أعملها معاكم تاني، نرجع الطريقة تاني. بصوا عايزين نعمل كل حاجة في البيت، نحارب الغلا اللي احنا فيه، وفي نفس الوقت تكون حياة كويسة كده نضيفة بإيدينا. أنا بصراحة بحب أعمل كل حاجة بإيدي، بيبقى لها طعم تاني، ببقى فرحانة كده ومبسوطة ان انا عملت الحاجات بتاعت برا. بحس بالحاجة، بصوا تبقى احلى بصراحة كده، ان انا شاطرة في حاجات البيت، بفرح نفسي يعني. كل اللي يقول لي مثلا حاجة حلوة اكررها تاني. حاجة ما ظبطتش معايا مثلا هجربها مرة تاني، بس ما مش بنزلها على القناة لو ما ظبطتش معايا. الحاجة اللي ظبطت معايا 100% بنزلها لكم طبعا، عشان ايه اللهم صل على سيدنا محمد.
اخلي حبايبي يجربوها كده ويستفادوا معايا، يستفادوا بالحاجة مثلا اللي انا عملتها. طبعا زي ما انتوا شايفين ان انا لمحت الصالة، لمعت السفرة ومسحت الارضية ونفضت وظبطت الدنيا معاكم. فانا ما كنتش محتاجة ان انا اشرح لكم الحاجات دي، فكنت بقى قاعدة ايه، بندي بعض كده نصايح. إيه لو انتوا عندكم اي نصيحة برضو ليا بقى اكتبولي عادي في الكومنتات، هفرح جدا. كنت طبعا منضفة اوضة النوم ومظبطاها، فبوريكم ان انا كنت منضفاها يعني، ومسحة الارضية برضو بتاعتها وفرشاها. قول باي. باي. اعمل باي. والاخوات الصغننين بتوعتي كانوا موجودين معايا، بس انا ايه كنت مخليهم قاعدين يلعبوا باللعب علشان اعرف ايه اخد راحتي كده وانا برتب البيت، عشان ما يبهدلوش من حته، وانا بتضايق بصراحه لو روجت من ناحيه وهم بهدلولي من الناحيه التانية. دي كانت صينيه بسبوسه، بس ما جبتش بصراحه الطريقه معاكم، وريتها لكم كده بصوا عشان تتشوقوا لحاجات رمضان. اللهم صل على سيدنا محمد. لو عايزين الطريقه ان شاء الله ابقى انزلها لكم. ويوسف حب يقول لكم باي، بيحب يطلع جو في التصوير، اعملوا بقى لايكات كتير حلوه علشان خاطر يوسف. بس بقى كنت بقى هبدأ بقى في الغدا. كنت عملت الصينيه دي وبدأت بقى في الغدا على طول. هعمل اللي هي الكبسه السعودي لو تعرفوها. عملت كده حوالي 3 بصلات اللي هم بصل وسط، 3 بصلات وسط. وبعد كده كان عندي دبابيس فراخ، على حسب بقى الكميه اللي انت عايزه تحطيها. دبابيس فراخ، قطع فراخ مثلا تكون صغيره، المهم عشان تستوي معاكي. وتبدا ان انت تقلب ايه، مش بتشوح البصل ولا اي حاجه، بتنزل بالبصل على طول، وبعدين فوقها قطع فراخ. وحطيت اللي هو جرفه، عود من الجرفه، وشويه من الورق اللوري، وشويه توابل اللي هي توابل الكبسه. يعني بتروح عند العطار كده بتقولي عايزه توابل كبسه. اللهم صل على سيدنا محمد. وتبدا بقى ان انت تفضلي تقلبي في الفراخ مع البصل مع التوابل مع كل الكلام ده. مش هننزل بالملح خالص دلوقتي، الملح في الاخر بنحطه. وتفضلي تقلبي فيهم كده، يعني تحس البصل ده مع الفراخ خدت صدمه حلوه. بصوا شكلهم عامل ازاي. تفضلي بقى ايه، يعني حوالي مثلا 10 دقايق، المهم لغايه ما تحس ان البصله دبلت كويس. وكل ما بتكتري بصل في الكبسه بصراحه بتبقى طعمها حلو جدا. يعني ولما بتبقى البصل اللي هو الاحمر ده بصراحه بيبقى طعمه حلو في الاكل. اي نوع بصل انت بتحبيه عادي يعني، المهم مش ولا احمر ولا ابيض، بس يعني بيبقى بيدي نكهه حلوه. في ناس مش بتحب البصل الابيض في الاكل. بعد كده كنت مقطع حبيتين كبار كده من الطماطم مكعبات، وابدا بقى اقلب برضو فيهم شويه، واسيبهم بقى ايه، هغطيهم يعني 5 لغايه ما يتسبكوا مع البصله مع الفراخ مع كله، يتسبكوا كده شويه مع بعض. اغطي يعني الحله لغايه ما تحسوهم اتسبكوا كده شويه، ولا مش هضيف ميه ولا اي حاجه خالص دلوقتي. بصوا كده اتسبكوا، اتسبكت الطماطم مع البصله مع الفراخ. بعد كده بقى هضيف ميه، اللي هو اكنها بقى هتسلق الفراخ بقى. دلوقتي اكنك هتسلق الفراخ. المرحله دي ان اكن يعني الفراخ هتستوي. بس كده ضفت الملح، اول ما حطيت الميه ضفت الملح. بس بقى الفراخ كده كانت يعني طبت نص تسوية عشان اطيب النص التاني مع الفراخ. ده بقى غسلت الرز اللي هو البسمتي، ونزلت بيه على الفراخ بقى كده خلاص، علشان ايه، يستوي. مفيش بقى ولا اسرع ولا اسهل من كده، كله في حلة واحدة. مفيش 100 حلة هنعملها ولا اي حاجة. بصوا اكلة سريعة جدا وسهلة، وما تعمليش حلل كتير. بصوا ما شاء الله خلصت كده الاكلة واستوت، والرز مفلفل ويستاهل بقكم. وما شاء الله الاكلة كانت تحفة جدا. طبعا بحوش الورق اللوري والجرفة والكلام ده كله. بصوا ما شاء الله ومستويه. انا كنت عايزه اوريكم الفراخ بس ما وريتلهالكوش. وده المطبخ بقى بعد الاكل. شوفوا عملنا اكله قليله، بس بقى المطبخ بعد الاكل هنضفه. محبتش كنت اطول عليكم فايه، عملت كده وكده شايفين. وجهزت كان شويه طماطم عايزين يعني كانوا عندي، وخفت احسن يبوظوا، فقلت ايه ان انا اسبكهم واحطهم في الفريزر، هيجيلهم برضو وقتهم.
وما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم اللي كل جديد. واسيبكم في رعاية الله وحفظه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. ومع السلامة حبايبي الغاليين.